موتناه كله. احنا هنشنقون هدموهم 5 عشان واحد. ليه يعني ده كله يعني؟ اللي في الصور دول لطيفة وبناتها شيماء ومنى، تقدر تقول عليهم شبع بعد جوعة، لا عندهم دين ولا رحمة. في سنة 2015 بقرية منشئة العقال البحري بمركز البنداري، لطيفة 45 سنة، عندها 3 رجالة و3 بنات. الزوج توفى من حوالي 2 سنين في السعودية، وحرفيا لطيفة هي اللي مسؤولة عن كل حاجة في البيت، عايشة في بيت مكون من 3 أدوار وحديقة ميسورة الحال، لكن دايما بتتظاهر ان اللي جاي على قد اللي رايح، مش حرص لكن بتدعي الفقر علشان محدش يطمع فيها. وكانت ماشية بمبدأ التقسيط مع أي حد تعرفه، ومنهم تاجر اسمه خميس من قرية جنب قريتهم. خميس تاجر طيور ودواجن، متجوز من حوالي 4 سنين وعنده بنت، وهو اللي مسؤول عن مراته وأبوه وأمه، بيربي طيور وبيبيعها في الأسواق والبيوت. وكان بيتعامل مع الست لطيفة اللي جنب قريتهم، يجيب لها البط والفراخ والحمام اللي هي محتاجاه، وهي بتسد ثمنه على فترات، نظام التقسيط. وخميس كان بيتعامل مع ناس كتير بالنظام ده، وعلشان اللخبطة كان دايما معاه دفتر بيسجل فيه كل حاجة. ودي ما كانتش أول مرة يتعامل مع لطيفة، دول بقالهم 7 سنين، يعني من عام 2008. لكن عيب لطيفة معاه بالذات في الفترة الأخيرة إنها كانت دايما بتأخر عليه الأقساط اللي عليها، ده غير كمان إنها كانت بتطلب طلبات جديدة وهي أصلا ما سددتش القديم. ولما خميس كان بيطلب منها الأقساط القديمة تقوله إنه جوزها لسه متوفي وبنتها مخطوبة ومش معاها فلوس، ودايما أعذارها جاهزة، لحد لما الأقساط دي تراكمت عليها. ومع طلباتها الكتير اللي لسه بتطلبها من الطيور، خميس قال لها إن كده جملة اللي عليها 11,000 جنيه، وإنه مش هيقدر يجيب لها طلبات جديدة غير لما تدفع القديم، ولو مش معاها ممكن تمضيله على وصل أمانة علشان بس يضمن حقه. لكن لطيفة بترفض، فبيحصل خلاف بينهم، ولطيفة بتطول عليه، فبيحصل مشكلة كبيرة جدا قدام بيتها. فالجيران بيعرفوا إن لطيفة مش عايزة تسد المبالغ اللي عليها، وبسبب المشكلة دي ولأن القرية صغيرة، فخطيب بنتها لما بيعرف إنهم ناس بتوع مشاكل وما بيدوش خميس حقه رغم إنهم أغنياء جدا، فبيسيب البنت ويفسخ الخطوبة. وبعدها بفترة لطيفة بتتصل على خميس علشان يجيب لها طلبات من الطيور على وعد إنها تسده، وبالفعل بيجيب لها اللي هي عايزاه لحد البيت. ولما بيروح لها بالطلبات بتقوله إنها مش معاها فلوس دلوقتي، لكن هتمضيله على وصل الأمانة زي ما هو عايز، وأول ما تجيلها فلوس هتسده على طول. وبالفعل بتمضي، وبعد فترة بسيطة بترجع وتطلب منه طيور تاني علشان خطوبة بنتها. وخميس بيجيب لها الطلبات اللي هي عايزاها وبيعذرها في الدفع، لأنه كان حاسس بتأنيب الضمير في فسخ خطوبة بنتها الأولى، علشان كده ما طلبش فلوسه. لكنه بيتفاجئ بعد فترة بسيطة وهو بيوزع الطيور في القرية اللي فيها لطيفة إنها بتبني الأدوار اللي فوق بيتها، ولما بيروح وبيطلب فلوسه بتقوله إنها بتبني بالتقسيط. لكن خميس بيعرف من خلال تعامله مع الجيران إن لطيفة بتستقرضه، يعني بتضحك عليه، وإنها غنية ومبسوطة ماديا جدا، وآخر فلوس جاية لها من السعودية من الأملاك اللي جوزها سابها هناك 2 مليون جنيه، وإن كمان تكلفة المباني اللي متفقة مع المقاول عليها دفعاله حوالي 200,000 جنيه. خميس لما بيعرف كل الكلام ده بيروح للطيفة ويطلب فلوسه، وبيواجهها باللي عرفه إنها غنية ومبسوطة ماديا. لكن لطيفة بتنكر وتقوله إن الفلوس اللي معاها دي بتبني بيها، والباقي اشترت لبنتها أجهزة. خميس بيقول لها إنه ملوش دعوة بالكلام ده وفلوسه تديهاله. لطيفة علشان تحسس خميس إنها ما بتضحكش عليه وست غلبانة، قالت له إن مش معاها فلوس، ولو محتاجهم ضروري ياخد أجهزة بنتها يتصرف فيها ويبيعها وياخد فلوسه. لطيفة قالت له كده وهي عارفة إن خميس مستحيل ياخد حاجة من الأجهزة دي لأنه ما بيفهمش فيها ولا حتى هيعرف يتصرف فيهم. وبالفعل خميس بيرفض، فبيحصل مشكلة كبيرة بينهم، والجيران بيتدخلوا ويلوموا لطيفة إنها مش عايزة تدي خميس حقه. لطيفة من فضيحتها قدام الجيران هي وبناتها بتقول لخميس إنها تديله فلوسه الأسبوع الجاي. وقتها لطيفة بتمشي الناس اللي حضروا المشكلة وتدخل على بيتها هي وبناتها شيماء ومنى، وهما بيتوعدوا الخميس اللي فضحهم في القرية وخلى سيرتهم على كل لسان. علشان كده قرروا يعلموه الأدب علشان تطول عليهم، ولطيفة وبناتها بيخططوا ازاي يتخلصوا منهم ياخدوا حقهم في الفضيحة اللي حصلت، ومنهم ما يدفعوش اللي عليهم. وخططوا لكل حاجة، كل واحدة فيهم ليها دور. ويوم الواقعة اللي كانت بعد المشكلة دي بأسبوع، لطيفة بتتصل على خميس وتقوله إن فلوسه جاهزة ويجي علشان ياخدهم، وكمان يجيب لها حمام وبط، وأكدت عليه يجيب وصل الأمانة. وبالفعل
خميس الصبح الساعة 10 بياخد التروسيكل بتاعه وعليه أقفاص الطيور، بيوزع على البيوت اللي في قريته، وبعد ما يخلص يروح على قرية لطيفة يخبط على الباب وشيماء تفتح له وتطلب منه يدخل البيت علشان أمها مستنياه جوه. شيماء دخلته الحديقة بالتروسيكل بتاعه اللي عليها أقفاص الطيور بحجة إن ممكن أي حد يسرقهم. وبعد لما دخل وساب التروسيكل بالطيور دخل على لطيفة جوه البيت في الصالة وبتسأله جاب وصل الأمانة ولا لأ، فخميس بيقول لها إنه معاه. وقتها لطيفة بتطمن وبتطلب من بنتها شيماء تعمل لخميس كوباية شاي، وشيماء بتحضر الشاي وتحط فيه المخدر. في نفس الوقت لطيفة بتتكلم مع خميس وبتحاول انها تلهيه وتأكد له ان الفلوس جاية دلوقتي، وشيماء بتدخل عليهم بكوباية الشاي وخميس بيشربها. لكن بعد فترة بسيطة بيحس انه هيفقد الوعي فبيمسك راسه، لكنه لاحظ نظرات لطيفة وبناتها شيماء ومنى اللي كلها ضحك وسخرية كأنهم شمتانين فيه، فبيقلق ويحاول انه يقف. شيماء بسرعه بتجيب شومه وتفضل تخبط بيها على راسه فبيقع على الارض. في نفس الوقت لطيفه بتجيب حبال وتربط ايده ورجله وتحط على بقه بلاستر. ولحد دلوقتي خميس كان لسه عايش لكنه مش قادر يقاوم من المخدر. لطيفه بتقعد عليه وفضلت تضغط جامد على رقبته لحد لما اتاكدت من موته. بعدها بتطلع وصل الامانه والموبايل والفلوس اللي معاه، وبعد ما خلصوا حطوه في شوالين وربطوا عليه تاني بالحبال وشدوه حطوه في الحفره اللي كانوا حفرينها في حديقة البيت من ورا، وبعدها دفنوه وردموا عليه كويس جدا. وبعد ما خلصوا شيماء أخدت الموبايل وأوراق هوية خميس وخرجت بره علشان ترميهم في الترعة. وفي نفس الوقت منى دخلت التروسيكل وقفص الطيور في غرفة الطيور، وكانت محضرة معدات علشان تفك بيه التروسيكل لقطع وبعدها يتخلصوا منه قطعة قطعة في الترعة. ولطيفة في الوقت ده كانت بتتابع كل خطوة بناتها بيعملوها. وعلى الساعة 1 الظهر منى بتاخد بعض الأجزاء اللي فكتها وهي ماشية في طريقها بترمي أجزاء التروسيكل في الترعة وبعدها تروح على درسها. أما لطيفة وشيماء بيحضروا الغدا. في نفس الوقت ده أهل خميس كانوا بيتصلوا عليه تليفونه مغلق، فبيسألوا عليه الجيران وصحابه لكن محدش بيشوفه، فبيبلغوا رجال الأمن بتغيبه وإن أكيد حصل له حاجة، وبيأكدوا في بلاغهم إن خميس خرج يوزع طيور كعادته وما عندوش أي خلافات مع حد، وده لأن خميس أصلا ما كانش بيقول لأهله على أي حاجة في شغله. بتنتقل قوة من رجال الأمن لقرية خميس وبتتبع خط سيره. في شاهد بيقولوا إن شاف خميس في قرية جنبهم. في نفس الوقت رجال الأمن بيسألوا عن تعاملات خميس مع حد في القرية اللي جنبهم. أهله بيأكدوا إنهم ما يعرفوش حاجة بس بيدوا لرجال الأمن الأجندة بتاعته اللي بيسجل فيها تعاملاته. في الوقت ده التحريات كانت شغالة وبتوصل معلومة إن خميس كان متخانق مع الست لطيفة من حوالي أسبوع، ودي القرية اللي الشاهد فيها شاف خميس، والمعلومة أكدت إنه ما خرجش من القرية دي. في نفس الوقت رجال الأمن بيلاقوا في الأجندة إن لطيفة عليها 11,000 جنيه لخميس، 8 بط وفراخ. ولما بيروحوا يحققوا معاها ويسألوها لو شافت خميس اليوم ده بتأكد إنه جالها وسدت الفلوس اللي عليها، وكمان أخدت منه وصل الأمانة بتاعها وكان جايب لها طيور وبعدها مشي ومتعرفش عنه حاجة. نظرات وطريقة لطيفة وبناتها كانت كلها جبروت وبتتكلم بكل ثقة، لكن رجال الأمن شكوا فيها علشان كده طلبوا يشوفوا البيت من الداخل، وبالفعل دخلوا. البيت ما فيهوش اي حاجه غريبه، لكن بمجرد ما دخلوا غرفه الطيور لقوا بواقي تروسيكل مفكوك وجنبه معدات الفك. في اللحظه دي منى اتوترت جدا فبيتم توجيه تهمه القتل ليهم. في الوقت ده شيماء قررت انها تعترف انها هي اللي اتخلصت من خميس، وبتدل على مكان الجثه وبيتم استخراجها وتحويلها للطب الشرعي اللي بيثبت انه تعرض لعده كدمات قويه، منها ضربه على الراس اتسببت في شرخ بعظمه الجمجمه وسبب الوفاة كان الخنق. وبعد اعتراف شيماء على نفسها رجال الأمن بيقدروا يثبتوا إن لطيفة ومنى بنتها مشتركين في الجريمة، وبالفعل بيعترفوا على الواقع بالكامل. لطيفة وقتها حاولت تقنع رجال الأمن إن خميس كان بيحاول يعتدي عليها وإنه يستاهل اللي حصل له لأنه كمان فضحهم في القرية، لكن شيماء بتصر إنها هي اللي اتخلصت من خميس لوحدها. والله العظيم ظلم، والله العظيم أمي محطة ايديها. وبالفعل شالت القضية. وفي سنة 2017 بيتم الحكم على شيماء طالبة بالصف الثالث الثانوي بالإعدام، أما الأم لطيفة بالسجن المؤبد 25 سنة سجن، ومنى بالصف الثالث الإعدادي ب2 سجن. فعلا في ناس كده ما عندهاش أصل ولا دين ولا رحمة، مليونيرة ورفضت تدي واحد حقه 11,000 جنيه. أما خميس لآخر لحظة تعمل بأصله، وفعلا الغني هو غني النفس مش غنى الفلوس.